أهلا بحضراتكم. المدرسة. حضراتكم، المدرسة هي مكان لتعليم الأطفال عشان يكون جيل نافع ومستقبل أفضل. بيتعلموا فيه القراءة والكتابة، بيتعلموا فيه مختلف العلوم، بيتعلموا فيه حتى السلوك الجيد. في بعض أولياء الأمور اللي ربنا مقدرهم بيودوا أولادهم وأطفالهم مدارس خاصة بعيدا عن المدارس الحكومية بمصاريف. المدارس الخاصة بتكون مصاريفها كتيرة شوية. ليه؟ عشان خاطر هو خايف على ابنه، لكن عايزه يكون أحسن حاجة، يحصل على تعليم جيد ويحصل على سلوك تربوي جيد. لكن المفاجأة حضراتكم، في أحد المدارس الخاصة التابعة لمحافظة الجيزة منطقة بشتيل في مدرسة اسمها هابي لاند. هابي لاند حضراتكم لو هنترجمها بالعربي يعني مكان السعادة أو مكان الفرح أو مكان المرح أو مكان الجميل، أرض السعادة. لكن للأسف اللي حصل في مدرسة هابي لاند ما كانش فيه سعادة ولا يمت للسعادة بالصلة، بالعكس ده كان فيه قلق وحزن وغضب كبير كمان. انتشر فيديو حضراتكم لمالك المدرسة وهو بيتحرش بأحد الأطفال، والفيديو ده أول ما انتشر قالك إن الفيديو كان من 1.5 سنة. وحضراتكم لو الفيديو قريب أو من 1.5 سنة فهناك مصيبة. يعني لو كان الفيديو قريب تبقى مصيبة، وإذا كان الفيديو من 1.5 سنة يبقى المصيبة أكبر. طبعا حصل انزعاج لأولياء الأمور وتم اقتحامهم للمدرسة أو دخولهم المدرسة، لأن الموضوع مرعب حضراتكم. المكان اللي يكون مفروض هو مركز حصن وأمان للطفل أصبح مكان قلق وخوف. ما يتعرض له الأطفال في مكان زي كده بيسيبهم بالأمراض النفسية، وإن الأطفال ما أصبحوش آمنين في هذه المدرسة. ويمكن حضراتكم واقعة مدرسة هابي لاند مش الأولى. فيه قبل كده الطفل اللي هو كان اسمه زياد تقريبا إنه تعرض لموضوع زي كده. الموضوع ده كرر. فإذا المكان اللي المفروض الأهالي يكونوا آمنين فيه على أطفالهم أصبح موضوع قلق وموضوع رعب. ومن حق أولياء الأمور إنهم يخافوا على أولادهم. ولو هنتكلم حضراتكم بالمنطق وما نصعبش الأمور على الناس، الأمر جنوني حضراتكم، الأمر جنوني وتجاوز مرحلة العقل. إزاي حضرتك أنا أودي ابني أو بنتي في مكان المفروض آمن وبدفع مصاريف غالية عشان خاطر ابني يطلع إنسان متعلم بشكل جيد وكمان سلوكه قويم، وفاجئ به إن أنا بوديه لمكان مرعب بيأذيه نفسيا ويدمر حياته ويصيب الأهالي بالهلع والخوف. حضراتكم ده كان موضوع مدرسة هابي لاند المؤسف للأسف، المحزن والمخزي. طبعا إجراءات القبض على مدير المدرسة وما إلى ذلك نظرا لانتشار الفيديو. لكن هو أمر محزن وأمر مؤسف، وربنا يستر على أولادنا وأطفالنا. هنوديهم فين تاني؟ مدرسة الناس بتدفع لها فلوس، سايبين المدارس الحكومية بيودوهم مدارس خاصة بيدفعوا فيها دم قلبهم عشان يحافظوا على أطفالهم. لكن للأسف الموضوع كان مؤسف ومحزن ومخزي وأصاب الناس بالغضب والهلع. دي نمرة 1 حضراتكم، ده أول موضوع. موضوعنا الثاني عن موضوع حضراتكم تصريح لشركة المية غريب جدا جدا جدا. شركة المية بتقول إن ما ينفعش عفوا في اللفظ إنك تستحمى أكتر من 5 دقايق تحت باب الترشيد. هنا حضراتكم في نقطتين. حضرتك أنت عندك عداد مية بيدفع المواطن تكلفة الاستهلاك، يعني العداد اللي موجود في بيتك أو في شقتك ده كاشير، كأنه مندوب من هيئة المياه والصرف الصحي
عشان يقول ان المواطن الفلاني الفلاني تم استهلاك قد كده وبيقوم بدفع فواتيره. ما المبرر حضرتك ان يستحمى في 5 دقايق؟ يعني ايه؟ يعني ايه ترشيد 5 دقايق؟ عايز، هذا موضوع خاطئ حضراتكم وبياخدك لحتة تانية. وفكرنا حضراتكم بكتاب اسمه عقيدة الصدمة. بمعنى عقيدة الصدمة حضراتكم للمؤلف تقريبا، يا رب اكون بقول اسمه صح، نعومي كلاين. بيقول انك انت تبقى فرحان وبتاخد مرتب مثلا 4000 جنيه وداخل على مديرك آملا وطامحا انك انت مرتبك يزيد او تاخد حوافز، وتفاجأ بالمدير بيقول لك والله ابن حلال ده اسمك جاي في المفصولين، لكن انا عشان خاطر بعزك وبحبك قررت ان انا اتمسك بيك وهنقولك لحته تانية ومرتبك هيصبح 2000 ونص. ساعتها تشكره وانت في حاله ذهول. ازاي حضرتك عايزين نستحمى في 5 دقايق؟ وما هي طبيعه الترشيد؟ حضراتكم ما فيش حاجه اسمها ترشيد، ما الناس بترشد طبيعي، ما احنا عايشين في الترشيد بقالنا فتره وبنرشد في الميه وبنرشد في الاكل غصب عننا نظرا للوضع الاقتصادي المرعب. حضراتكم دول موضوعين على الهامش حبيت ادردش معاهم فيكم، مع حضراتكم فيهم. يا رب نكونوا قدمنا معلومه خفيفه وظريفه لحضراتكم، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.